والله يا من عارض هذا المنهج السلفي والله لا أدق، والله لا أدق. هذه كلمات العلامة اليماني قاهر المبتدعة والضلال الناصح يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ونصره. نعم فسندق أهل الباطل بالحجة والبيان. فدق يا أبا عبد الرحمن دق، لا أبقيت مبتدعا إلا وبينت بدعته للأمة، فذلك من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن محاربة أهل الباطل بالبيان والتبيان أشد عليه من ضرب السيوف والحراب. عباد الله، البدعة بدعة يا مبتدع اسكت، لا تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يحق لك أن تأتي ببدعة ثم تسنها للناس على أنها سنة حسنة. لا يوجد في الدين بدعة حسنة، البدع ضلال، والبدعة تورد العبد نار جهنم، فاحذروا سخط الله يا أهل البدع. الدين ليس بناقص حتى تأتوا لتكملوه، وشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نفعله ولن نستحسنه. ودع رأيك في سيل النهر فإنه يذهب ولا يعود إلى مزبلة القمائم. الدين أحق أن يتبع لا يستحسن فيه ما لم يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليك يا جاهل، مردود عليك يا مبتدع، يا من تستحسن في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله عليه.